السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة عشوائي. النهاردة مش أي يوم والحدث مش عادي. النهاردة العالم كله بيبص على مصر، على افتتاح المتحف المصري الكبير، أعظم مشروع ثقافي وأثري في القرن ال21. رؤساء وملوك من كل حتة في العالم جم الجيزة علشان يشوفوا بعينيهم تاريخ 7000 سنة بيتجمع في مكان واحد. مصر كلها كانت بتحتفل، مش بس علشان متحف، لكن علشان رسالة إن الحضارة لسه حية ولسه بتتكلم. خلي بالك، الفيديو ده هياخدك في رحلة جوه المتحف من أول فكرة الحلم لحد لحظة الافتتاح، وهتكتشف معانا أسرار وكنوز عمرها آلاف السنين. بس قبل ما نبدأ، انزل دلوقتي اعمل لايك واكتب في الكومنت ايه أكتر حاجة بتخليك فخور إنك مصري، وشير الفيديو علشان يوصل للعالم كله ويعرف إن الحضارة دي عمرها ما ماتت. يلا بينا نبدأ الرحلة. تخيل إنك ماشي عند سفح الأهرامات وفجأة تلاقي مبنى ضخم واقف هناك، شكله حديث بس فيه روح الماضي. المبنى ده مش أي مبنى، ده المتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، وحلم مصر اللي بدأ من أكتر من 20 سنة. فكرة بدأت في عقول ناس مؤمنة إن الحضارة دي تستحق بيت يليق بيها، مش مجرد مكان لعرض الآثار، لكن صرح يحكي للعالم قصة المصريين من أول يوم في التاريخ. سنة 2002 مصر أعلنت عن المسابقة العالمية لتصميم المتحف، وشارك فيها أكتر من 2000 مصمم من أنحاء العالم، وفاز بيها مكتب معماري من أيرلندا. تصميمه كان عبقري، يجمع بين العراقة والحداثة، واجهة من الزجاج والحجر الرملي تستقبل الشمس كأنها بتفتح الباب للماضي. الهدف كان بسيط لكن عظيم، إن العالم يشوف إن مصر مش بس بلد الأهرامات، لكن بلد قادرة تصنع الحاضر وتبني المستقبل. التمويل كان تحدي كبير، لكن مصر صممت تمشي فيه وجمعت الدعم من جهات كتير، من مؤسسات عالمية ودول ساعدت في التمويل. لكن الأهم إن الإرادة المصرية كانت أقوى من أي صعوبات. الموقع نفسه اختير بعناية بين الأهرامات والطريق الدائري، علشان يبقى أقرب نقطة تربط القديم بالجديد، رمز إن الحضارة مستمرة. وبدأت أعمال الحفر سنة 2005، وما كانتش سهلة. التربة قريبة من آثار قديمة، فكل خطوة كانت محتاجة دراسة دقيقة، لكن المصريين اشتغلوا فيها بإصرار. كانوا عارفين إنهم بيبنوا مش مجرد متحف، ده بيت للحضارة، بيت للعظمة، بيت للهوية. المشروع مر بسنين طويلة من التخطيط والتأجيل، لكن في كل مرة كان بيرجع أقوى. كل مرة كان التصميم يتطور والفكرة تكبر، لحد ما بقى المتحف المصري الكبير حقيقة تحفة فنية بتطل على الأهرامات، كأن التاريخ بيبص في مراية المستقبل. ولما تشوف صورته من فوق تحس كأنك شايف مصر وهي بتجمع 7000 سنة في لقطة واحدة. المتحف ده مش بس فكرة معمارية، ده وعد من المصريين إن حضارتهم عمرها ما هتتنسى، وإن الماضي لسه بيتكلم ولسه بيقول للعالم كله أنا مصر، أنا البداية. من بعيد تشوف المتحف المصري الكبير كأنه سفينة طالعة من قلب الصحراء، لكن أول ما تقرب تفهم إنه مش مجرد مبنى، ده إنجاز هندسي مصري عالمي. المشروع بدأ فعلياً سنة 2012، واشتغل عليه آلاف العمال والمهندسين ليل ونهار. الهدف كان واضح، يبقى المتحف الأثري الأكبر والأحدث في العالم. كل حاجة فيه اتصممت بحساب، من الإضاءة للزوايا للجدران، علشان كل قطعة أثرية تتعرض في مكانها الصح. واجهة المتحف معمولة من الزجاج والحجر الرملي، تستقبل الشمس في الصبح وتعكس الضوء بالليل، كأنها منارة بتتكلم بلغة التاريخ. وفي القلب تمثال رمسيس الثاني اللي اتنقل من ميدان رمسيس في القاهرة واتحط هنا رمزاً للقوة والعظمة. المتحف مبني على مساحة ضخمة بتوصل ل 500 ألف متر مربع، فيها قاعات عرض ومراكز أبحاث ومخازن للترميم، كل حاجة بتكنولوجيا متقدمة جداً. حتى التكييف والإضاءة معمولين بطريقة تحافظ على الآثار من التلف، يعني كل قطعة هناك
عايشة في بيئة شبه اللي اتخلقت فيها. العمال اشتغلوا وسط حرارة عالية وغبار الصحراء، بس كان عندهم إحساس إنهم بيبنوا تاريخ مش مجرد مبنى. وفي كل مرحلة كانوا بيكتشفوا حاجات جديدة حوالين المكان، لدرجة إن بعض الاكتشافات الأثرية حصلت أثناء الحفر. المتحف ده مش بس معمار، ده كأنه كائن حي بيتنفس، حضارة. كل زاوية فيه بتحكي عن شغف المصريين بالتاريخ، عن احترامهم للماضي، وعن إصرارهم يسيبوا أثر جديد في الحاضر. الناس اللي زاروه قالوا إن مجرد الوقوف قدامه بيخليك تحس بالفخر، تحس إنك قدام رسالة صامتة بتقول إحنا بنبني للحضارة بيت جديد. أول ما تدخل المتحف المصري الكبير تحس إنك داخل عالم تاني، عالم مليان أسرار وذهب وتاريخ. كل خطوة جوه المتحف رحلة عبر 7000 سنة. لكن أكتر حاجة بتخطف العين هي كنوز الملك الصغير توت عنخ آمون. والأول مرة في التاريخ المعاصر كل مقتنياته بتتعرض كاملة في مكان واحد. أكتر من 5000 قطعة، من العرش الذهبي لتماثيله الصغيرة وأدواته يومية. كل قطعة منهم بتحكي حكاية حياة وموت وخلود. القاعة المخصصة لتوت عنخ آمون مصممة بدقة عالية، الإضاءة خافتة ناعمة تعكس لمعة الذهب وتخلي الزائر يحس إنه في معبد ملكي. القطع متوزعة حسب رحلة حياة الملك، من طفولته لحد لحظة تتويجه ثم وفاته. وفي النص تابوته الذهبي اللي بيعتبر من أعظم القطع الأثرية في العالم. لكن المتحف مش متوقف على توت عنخ آمون بس، في ملوك وتماثيل من عصور مختلفة زي رمسيس الثاني وتحتمس وأمونحتب. وفي مومياوات ملكية محطوطة في قاعات مكيفة ومحكمة بتحافظ على كل خلية في أجسادهم، وكأن الزمن وقف احتراما ليهم. التحف المعروضة مش مجرد حجارة، دي صفحات من كتاب اسمه الحضارة المصرية. كل تمثال وكل جدار وكل لون بيحكي عن عقلية ناس فهمت الحياة والموت. الزائر اللي بيمشي في الممرات يحس إنه بيكلم الأجداد من غير صوت، يحس إن الحضارة نفسها بترد عليه. القاعات متقسمة حسب الفترات التاريخية، من الدولة القديمة للوسطى ثم الحديثة، وكل قسم معمول بتصميم مختلف يناسب روحه. في شاشات تفاعلية بتشرح كل قطعة بتفصيل علمي، وفي غرف تعليمية للأطفال علشان الجيل الجديد يعرف قيمة التاريخ اللي بين إيديه. الكنوز دي اتنقلت بعناية من المتحف المصري القديم في التحرير في رحلات ضخمة ومؤمنة بدقة. كل قطعة كانت بتتغلف وتتابع لحظة بلحظة في مشهد مهيب شافه العالم كله. المتحف المصري الكبير مش مجرد مكان للعرض، ده مسرح بيحكي قصة أمة كاملة، قصة بدأت من الرمال وانتهت بالخلود. ده المتحف اللي بيجمع بين الماضي والحاضر، اللي بيقول للعالم إن الحضارة لسه بتتنفس ولسه بتتكلم من قلب الجيزة، على بعد خطوات من الأهرامات، عجوبة الماضي وجنبها عجوبة الحاضر. تحس إن المتحف رسالة مفتوحة من المصريين لكل إنسان، إن اللي اتبنى من آلاف السنين لسه بيقود العالم بالفكر والجمال والفن. تحس إنك جزء من الحكاية حتى لو ما كنتش عالم آثار، لأن كل مصري جواه فرعون صغير شايل في دمه الكبرياء والعظمة دي. وهنا السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، لو كان أجدادنا عملوا ده من آلاف السنين، إحنا نقدر نسيب آثارنا إزاي دلوقتي؟ اكتب رأيك في التعليقات، قول لنا إيه أكتر حاجة شايف إنها بتميز الحضارة المصرية، وهل فعلا التاريخ ممكن يعيش من غير ما نحافظ عليه؟